أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة. على مدى يومين نظم البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون وملتقى التواصل هذه الفعالية، فعالية الشعر والاحتفاء بالشعر والشعراء. على مدى هذين اليومين اللذين نستضيف بهم مجموعة من الشاعرات والشعراء، كان هناك جهد كبير قام به منسق هذا الملتقى الأستاذ علي حسن بالتعاون مع اللجنة الأدبية في البيت العربي النمساوي بدعوة عدد من الشعراء من عدة دول أوروبية. وتنوعت هذه التجارب الشعرية في يعني مدى عمقها ومدى تاريخها ومدى خصوصيتها، لتقام هنا في هذا المكان، هذا المسرح الرمزي، مسرح لانينج، الذي هو أيضا مسرح تجريبي ويتناسب ويتوافق مع الفكرة التي يعني نحن بصددها، وهي فكرة مد جسور وتواصل ورعاية لكل الأدباء والمثقفين، شعراء، فنانين. هي فكرة البيت العربي النمساوي منذ تأسيسه لكي نمد جسور بين المجتمع النظيف الذي نعيش فيه، وكذلك أيضا كي نقوم برعاية الفنانين والمثقفين والمثقفات. هذا الملتقى إذن على مدى يومين في هذا المكان. هناك 6 شعراء وشاعرات في اليوم الأول و6 في اليوم الثاني. هناك مرافقة موسيقية وفعالية أيضا فنية، وهناك كما شاهدتم حماس كبير من الجمهور وحضور لافت للانتباه، وهذا يعني ما يجعلنا نكون على ثقة بأن هذه الخطوة هي خطوة جيدة في طريق تنظيم مثل هذه الملتقيات. وكما هو معروف أن البيت العربي النمساوي يقوم أيضا بفعاليات متنوعة، سواء كانت الأمسيات الأدبية الخاصة بقراءات الكتب واستضافة المثقفين والكتاب، أو من خلال المعارض الفنية والحفلات الموسيقية. طبعا أتمنى أن يكون هذا الملتقى هو نقطة انطلاق لملتقيات أخرى يخطط لها البيت العربي النمساوي بدأب وبخطوات ثابتة، ونتمنى أن يكون هذا الملتقى أيضا قد نال إعجاب الجمهور المتعطش لسماع الشعر واللغة العربية. صراحة احنا متعطشين كمان للشعر المصري، فهل من المتوقع أن يكون غدا في شعراء مصريين؟ مع الأسف الشديد نحن الدعوة يعني سبقت هذا الملتقى. لا يوجد شعراء مصريين مع الأسف، من سوريا، من العراق، من الجزائر، من فلسطين، من المغرب. غدا إذا يوم حافل أيضا ويوم ولقاء شعري جديد. شكرا لك أستاذ زياد، ونتمنى دايما من البيت العربي النمساوي للثقافة والفنون إنه يقدم لنا دايما ما هو جديد وما هو في من الثقافات المبدعة للإخوة العرب. شكرا لك وشكرا للتغطية الإعلامية والمتابعة الدائمة. شكرا أستاذ هالة. شكرا.